يا صباح الخير يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. او مساء الخير على كل حبايبي اللي بيشوفوني. النهارده هنعمل اكله حلوه. ممكن تاخدوا منها اي فكره لو صغيره قد كده. هنعمل جلاش وهنعمل صينيه بطاطس ورز بس بطريقه مختلفه، من غير طماطم ولا تكون تقيله ولا اي حاجه. لايك بقى وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي مفعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. واهلا وسهلا باي حد جديد في قناتي، نورتوني طبعا وعلى راسي. اول كده حاجة مع بعض هنعصج اللحمة بقى بتاعة الجلاش. انا بحب احط اللحمة المفرومة قبل قبل البصلة، يعني علشان خاطر لو في دم ولا اي حاجة تنزل من اللحمة. طبعا لو لحمة متجمدة وانتي مثلا ما عندكيش ميكرويف ان انتي تفكي التجميد وكده، هتحطيها وتوطي عليها خالص، وتحط لها ربع كوباية مية، وتحط لها معلقة ملح وتسيبيها هتفك معاكي. بس وطي عليها خالص وتابعيها. نحط بقى التوابل. ده ملح وفلفل وبصل وتوم باودر وبابريكا وبهارات لحمة. نقول تاني: ملح وفلفل اسود، بهارات لحمة، بصل وتوم باودر وبابريكا. وانا بحط يعني رشة بهارات كده شاورما. دي دايما انا بجيبها من فتح الله، دايما بقولكوا عليها، طعمها حلو جدا. طبعا لو انت حابه تحطي البصل الاول براحتك، بس انا دي طريقتي في اللحمه وبحبها وبحس ان هي احسن من البصله كده. لو انتوا مش حابين الطريقه دي ممكن تحمري البصله وبعدين تحطي اللحمه براحتك. انا بحط كمان التوابل عليها قبل ما احط البصل، عشان بحس ان هي يعني اللحمه هتتغلف كلها بالتوابل. حطيت بقى البصله. دي بصلايه كبيره، بس هي عشان خاطر هي مفرومه في الكبه فانتوا حاسينها كتير. انا نص كيلو لحمه بحط له بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين، بس انا اساسا في طبيعتي بحب اجيب البصل كبير. برضو هفضل اسيبها تتشوح معاها كويس جدا، وهوطي برضو عليها، والبصله هتنزل دلوقتي ميتها يعني. وهسيبها تدبل معاها خالص. اخر بقى خطوه معانا هنحط الفلفل كده، يدوبك ياخد تقليبه وهقفل عليه. ما تنسوش ان هو لسه هيتحط في الفرن مع الجلاش. انا دايما بحب الفلفل الاخضر يبقى اخر حاجه. خلاص كده اللحمه طبعا مش هنحط لها طماطم عشان ده جلاش ولا اي حاجه، لكن لو اي حاجه تانية هنحط لها طماطم. لو حابه يعني ممكن تحطي معلقه. تعالوا بقى نعمل طاجن اللحمه. معايا سمنه، هحط مقطعه اللحمه مكعبات. انا كنت متبلاها قبليها بيوم وحطيتها في الفريزر، ورجعت يعني طلعتها حطيتها في التلاجة بالليل، والصبح قمت عملتها. انا كنت متبلاها ايه بقى هقول لكم. طبعا لا ملح، لا الملح ده هنحطه في الاخر. ده فلفل اسود وبصل وتوم باودر وبهارات ورشة جوز الطيب، بس مش اكتر يعني. نقول تاني: جوز الطيب، بهارات لحمة، فلفل اسود، بصل وتوم باودر. دي بقى هنعملها من غير بصل، يعني مش بنحط له بصل فريش. الطاجن ده هعمله من غير بصل. الناس كمان في ناس كتيرة جدا ما بتحبش البصل في الاكل، خصوصا الاطفال، في اطفال ما بتحبش البصل. هفككها زي ما انتم شايفين كده، وهفضل اشوح فيها كويس، وهرجع لكم تاني. بس طبعا بعد ما افككها كده شويه هعلي عليها النار، عشان انا عايزاها تاخد صدمه معايا، مش عايزاها تنزل دم ولا حاجه ولا ميه. بصوا بقى اللحمه اتشوحت، شايفينها ازاي وفكت. سبتها ما اتشوحت كويس جدا. هنحط كده بقى معلقه توم محترمه، ولو توم فريش يكون احسن. برضو هشوحه معاها.
اللحمة دي بتبقى حلوة جدا حرفيا بجد، طعمها حلو جدا. حابة تعمليها في الفراخ مفيش مشكلة، مش هتقولك لأ يعني، بس هتبدلي يعني ايه البهارات الفراخ في قصدي بهارات فراخ بدل بهارات اللحمة، يعني حسب ما تعملي الفراخ هتحطي له بهارات الفراخ، اللحمة هتحطي بهارات اللحمة. شوحناها كويس وحطينا توابلنا وحطينا التوم، والتوم اتشوح وحسيتين ان هو ابتدى يدي لون مع اللحمة، هنعصر الليمون. على فكرة يا جماعة ممكن فكرة تانية، عايزة تحطي مشروم تمام، مش عايزة تحطي مشروم براحتك. ممكن تعملي تحط لها كريمة لباني وتعمليها بيها كده، وهتبقى حلوة برضو جدا. دي يعني دي ممكن طريقة تانية، يعني هتعملي كل ده في الاخر. بعد ما اللحمة تستوي هتروحي في الاخر خالص حطلها شوية كريمة لباني او بشاميل او كده. لو ما عندكيش امكانية تعملي كريمة لباني يعني هتبقى حلوة، بس طبعا هتحطي معلقة دقيق علشان تتقلي الصوص بتاعها. حطيت بقى مية زي ما انتوا شايفين كده من الكاتل سخنة، وهسيبها طبعا تستوي طبعا، وهوطي عليها، غطيها وغطي عليها. خلاص بقى اللحمة استوت، هحط لها كده بطاطساية مقطعاها، هحط بقى الفلفل على البطاطس وهقلبها بقى، تاخد يا دوبك 10 دقايق كده. انا عملت حساب البطاطس يعني، وطبعا لازم نسيب فيها شوية مية عشان تستوي، لان البطاطس كمان بتمتص السوائل، فلازم تسيبي سوائل ان هي ايه تستوي مع البطاطس. هسيبهم بقى يستووا. اخر بقى حاجة هحطها المشروم كده. طبعا هو المشروم المفروض يتشوح معاها، بس انا ما برضاش اعمل كده عشان بتبقى تقيلة اوي. المشروم كمان بيشرب سمنة جامد قوي، فبحب اخليه في الاخر. بحس انه مش بيفرق عادي، بالعكس اما تشوحيه بيبقى تقيل، ومش هينفع يفضل يستوي. المشروم على فكرة يا جماعة اما يستوي بيجلد، ده ما بياخدش غلوة يا دوبك كده، لكل ما تسويه يجلد اكتر زي الكبدة كده. فالمشروم ما ينفعش يقعد على النار كتير. تعالوا بقى نعمل الرز. حطيت سمنة وحطيت معلقة زيت كده، وحطيت ورقتين ماجي وملح وفلفل اسود. ده الرز الابيض مفيهوش اي حاجة تاني. وهنفضل بقى نشوح فيه حبة، ما تشوحوش، وتحطي المية وتحطي الماجي والملح والحاجات دي كلها والفلفل الاسود، والمية تغلي مع السمنة وتسقطي الرز براحتك، بس انا بحب اشوحه بيكون احسن. بحس ان السمنة كده بتتغلف فيه بيكون احسن، طبعا بتفرق جدا في الطعم على فكرة يا جماعة، عشان ما يبقاش طعمه اكنه مسلوق يعني، لا لما بيتشوح كده احسن بكتير. بحاول افكك الماجي، لو عندك طبعا البودر يكون احسن، او حابة تحطي الماجي ده في كوباية فيها مية سخنة وتقلبيها وهتدوب معاها. انا ساعات بعمل كده. هفضل بقى اشوح فيه حبة لغاية ما احس ان هو ابتدى خلاص شايفين الرز لونه غير ازاي؟ التشويحة دي بتبقى حلوة جدا. بس خلاص كده هو تقريبا، بس ابتدى حتى تحس ان هو ايه ناشف كده. حطله بقى المية، سخنت مية من الكاتل وحطيتها. خلاص كده الرز اتعمل، وعملنا عصقنا اللحمة، واللحمة التانية اتحطت على النار. تعالوا بقى نعمل صينية الجلاش. تعالوا بقى مع بعض نعمل الجلاش. بصوا بقى ندهن الصينية كده. في حد سألني على البتاعة، الفرشة دي بتاعة السمنة والزيت اللي هي الزيادة دي زي ما بيقولوا عليها، كنت جايباها من درب سعادة، كنت جايباها من محل يبيع حاجات تركي. كانت تقريبا كده ب35 تقريبا يعني، بس الكلام ده بقاله اكتر من سنة، فهتلاقوها برقم تاني يعني. كان في منها اللون ده والرمادي تقريبا او البينك الفاتح قوي، فما كانش لونه حلو فجبت الاصفر. الجلاش بقى طبعا جايبينه من احمد بيومي طبعا.
غنية عن التعريف، مش عايزة اقول لكم حاجاته ما شاء الله حلوة جدا. انا بجيب من عنده كل حاجة، جلاش، سمبوسة، كنافة، قطايف، عيش سوري، سبرينج رولز، كل الحاجات دي عندهم. وعندهم على فكرة حاجات الأعياد ميلاد اللي هي الشوكليت، والحاجات اللي هي الكريم جانتيه السايب، والشوكولاتة السايبة، والحاجات اللي هي اللي بتحط على التورتة دي. هم فاتحين على طول يعني، وعندهم فروع كتيرة جدا. طبعا انا بتعمد ان انا احط في كل رقين سمنة، مش كتير عشان ما اكترش، مش كل رق وكده، على قد ما بقدر بحاول اعمل كده عشان ما اكترش السمنة. حطينا بقى كده اللحمة المفرومة. انت كده بالويم كده هتحسي نص اللفة هتحطيها، والنص التاني هتحطيه فوق الوش. هنحط كده. حاولي تبططيها طبعا، وتفردي اللحمة كلها كده عشان تحسي ان هي كلها اتوزعت في مكان واحد. طبعا دي افتكاسات مني، حابين تحطوها حابين مش حابين براحتك. دي جبنة شيدر مبشورة، وعندك موتزاريلا حطي، ما عندكوش براحتكم. لو حابة تحطي طماطماية صغيرة من غير القلب بتاعها حطيه. هحط كده زيتون، وحطيت برضو عليها جبنة رومي. الجبنة الرومي على فكرة بتبقى حلوة اوي مع اللحمة المفرومة. لو عملتي مكرونة باللحمة المفرومة وحطيتي عليها جبنة مبشورة رومي بتبقى حلوة جدا. مرة ابقى اعملها معاكم، هي سهلة وحلوة قوي. حطيت كده الزيتون. هنحط بقى الباقي. طبعا الصينية بيبقى ايه، بحط للاخر خالص طرفها، يعني بعمل اخر الصينية طبعا بيبقى حتة فاضية، فبحط الرق التاني في الحتة الفاضية. طبعا انا كنت مصورة فنانة، بقيت التصوير مش جاي، بس الحمد لله ما تركزوش يعني، ما خدتش بالي غير وانا بشوف دلوقتي. بتني كده الطرف بتاعها زي ما انتوا شايفين، بتنيه من ناحية ومن ناحية، يعني ناحية يمين ناحية شمال، عشان ما يبقاش كل التانية في اتجاه واحد، عشان ما تبقاش مكتلة. فبتني هنا وبتني هنا، عشان بس ايه تبقى انتوا مش شايفين، بس انا بقول لكم اللي بيحصل. بصوا اهو الطرف اهو بتنيه، تنيت الناحية التانية بتني الناحية دي. بس خلاص الصينية ما خدتش معانا وقت خالص، موضوع سهل جدا. زي ما انتوا شايفين انا هحاول اقلل من السمنة عشان ما تبقاش تقيلة، لان كده كده اللحمة فيها نسبة دسامة عالية. الصينية خلصت معايا. السمنة على قد ما نقدر بقى فوق الوش هنحط كويس عشان تتحمر معانا. انا مركزة برضو في الطروف عشان دي انا ما كنتش مكترة قوي. هنقطعها بقى كده زي ما انتوا حابين بقى قطعوها، عايزين سمبوكسات، عايزين صغيرة، عايزين كبيرة، بس دي تقطيعتي زي ما انتوا. اتعوجت مني تقريبا وانا بقطعها، والله كل الحاجات دي انا بشوفها معاكم دلوقتي. ما تركزوش ما تركزوش. انا بصراحة كنت بعمل الحاجة وانا مستعجلة كمان، عشان كنت عايزة انزل. خلاص كده الصينية خلصت حلوة قوي. الجلاش بيتقطع قبل ما يدخل الفرن. اللحمة خلاص الصينية طلعت اهي، وصينية الجلاش عملتها واتقطعت وكل حاجة، هدخلها الفرن كمان. بس هسقيها لبن. حط كوباية لبن كده. ما بحطش بيض طبعا، انتوا براحتكم، عايزين تحطوا بيض مش عارفة ليه، هو تقريبا دي مش كيكة، معرفش الناس بتحط بيض ليه يعني. آه لا انا ما بحبش بصراحة احط بيض في، ولا في البشاميل ولا في الجلاش ولا اي حاجة. اللبن زي الفل والدنيا بتبقى حلوة جدا. دخله الفرن على درجة حرارة 180. الجلاش ما بيتحطش على نار عالية عشان ما يتحرقش منك، سيبيه ربع ساعة بس. خلاص عملنا الاكل كله استوى، وطلعنا الحاجة من الفرن.
الرز عملناه اهو حلو ومفلفل. صينية البطاطس اهي حلوة جدا وخفيفة، ومش حابة تحطي بطاطس تمام. انا ساعات بحب اعملها كتير جدا من غير بطاطس، بحب كده المشروم، بحب الصوص بتاعها كده بيبقى احلى كمان من البطاطس يعني. ولو حابة تعمليها كده وتاكليها كده من غير البطاطس عشان لو دايت يكون حلو. كلاش استوى اهو. لايك بقى وشير للفيديو وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويا رب النهارده تكونوا استفدتوا باي معلومه حتى لو قد كده اهو. ما تنسوش بقى اللايك، وان شاء الله نعمل حاجه جديده.